نعناع نزين، ريحته تشفي وتنعش القلب، كيما النسيم، يهب خفيف ويخلي الأثر. ورقة صغيرة أما فيها سحر كبير. خضرة النعناع ما تذبلش، ديما ترد الروح. كيف تشرب التاي بالنعناع تحس بالدنيا تضحكلك. إذا النعناع فيه برشا فوائد لصحة الإنسان، منها يهدي المعدة خاطر يعاون برشا في الهضم، وكي تحس بمغص ولا نفخة كاس نعناع سخون يردك لباس. الحاجة الثانية زادة يروق المزاج وينقي الفم من الروائح الكريهة وينشط الذاكرة كي تستنشق ريحته، ويرطب النفس خاطر ريحته منعشة، نحي القلق والتعب وتحس بروحك كيما في نسمة بحر صيفية. وتوا باش نحكي لكم على الكليل. ريحة الكليل ترد الروح ويوصفوه بالسيد على باقي النباتات، خاصة اللي يطلع في الجبل والمرتفعات. الكليل عطر الجدات وريحة الذكريات. خضرة الكليل ما تذبلش، يوصفوا به الجمال والثبات الدائم. بطبيعة فيه برشا منافع، منها ينفع الشعر ويزيد في التركيز والنشاط الذهني، خاطر فيه مواد تنشط المخ وتنقص التعب العقلي، خاصة كي تشرب تاي بالكليل. أيضا يعطي راحة واسترخاء. دونك كيفاش تستعملوه؟ نجموا طيبوا تاي، حطوا منه شوية أوراق في ماء سخون تغليه وبعد تشربوا. وتنجموا زادة ماء الكليل تغسلوا به شعركم بطبيعة من بعد الشامبوا، تستعملوه في الكوجينة، فوحوا به الطنجرة، يعطي بنة وريحة طيبة. أما بالنسبة لتوا مش نحكي لكم على الحبق. أخضر منه ما فماش، ورقته كالحرير وريحته تعجز على الوصف. الحبق نبات يعطر الجو ويبدل المزاج، زينة في الشباك وبركة في الدار. هو نبات من النباتات العطرية المحبوبة في تونس، وعنده برشا فوائد وطابع مميز في الطبخ والعلاج وحتى في الزينة، خاطره يريح النفس ويعاون على الاسترخاء ويخفف التوتر والقلق. أيضا يخفف من وجيعة الراس كي تشم ريحته وتدهن به جبهتك، وزيادة يعاون على التركيز ومضاد للبكتيريا خاطره يقتل الجراثيم ويعاون على الشفاء الجروح. وأخيرا الحبق مفيد برشا للبشرة، يستعملوه في وصفات طبيعية لتنقية البشرة وتخفيف الالتهابات. إذا مشاهدينا الكرام، شكرا على الاستماع وانتظرونا في مواضيع أخرى مختلفة.